مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف أعوان الفرق الجمركية العملياتية، لا سيما المتعلقة منها بالرقابة الجمركية على الحركة الحدودية للمسافرين عبر الرحلات الدولية من وإلى أرض الوطن، وأثناء المعالجة الجمركية لباخرة قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي، تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المحطة البحرية لنقل المسافرين بميناء بجاية التابعة لمصالحنا بمفتشية أقسام الجمارك ببجاية وضمن إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من توقيف مسافر بحوزته 71814 قرص مهلوس من نوع إكستازي، بالإضافة إلى 194 جرام من مسحوق الإكستازي، 88 جرام من بودرة الكوكايين، وطائرتين بدون طيار مع جهاز تحكم، كذلك 30 وحدة ألعاب نارية من نوع فيميجان، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 104,000 دينار جزائري، ومبلغ بالعملة الأجنبية قدر ب 255 يورو. المحجوزات التي تم ضبطها جاءت بعد التفتيش الدقيق لمركبة نفعية. كانت هذه المحجوزات مخبأة بإحكام في تجاويف 3 مكيفات هوائية متنقلة، وكذلك أداتين لتنظيف السيارات كانت ضمن أمتعة المخالف. تم على إثر ذلك توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة مع حجز البضاعة المحظورة، كذلك حجز البضاعة التي استعملت لإخفاء الغش ووسيلة النقل المستعملة. وتعكس العملية المحققة فطنة وحنكة أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في مكافحة كل أنواع الجريمة العابرة للحدود، لا سيما تلك التي تمس بالأمن والصحة العموميين، وكذا مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.